هل في مصطلحات شعبيه خاصه باللغه الانجليزيه؟ يعني حاجات خاصه بيهم هم احنا مش قادرين احنا نفهمها على طول، يعني في مثلا حاجات كده يعني تمام. بتبقى انا ما بفهمهاش غير بالظبط. يعني لازم من ابقى السياق. عارفاها كده. من السياق. بالظبط. بص حضرتك، دي حاجه اسمها ايديومز، اوكي؟ والايديومز هي عباره عن مجموعه من الجمل بتتقال، اوكي، يقصد بها تعبير يعني هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا في العربي نفس الفكره، يعني هقرب لك وجهه النظر من خلال العربي. يعني عندنا الفنان محمد سعد قال ليه جمله كده في فيلم الليمبي، زي السكينه في الحلاوه. ايوه تمام؟ يعني ايه زي السكينه في الحلاوه؟ سهله جدا، اوكي؟ ان انجلش اتس ا بيس كيك، ابيسا كيك. طب حاجه سهله كده. سهله جدا. الجمله دي انا خدت بالي منها في فيلم خالد النبوي اسمه ذا سيتيزن، كان عامل فيلم في امريكا، اوكي؟ البنت لما بتتعرف عليه بتقول له يو ار فريش اوف ذا بوت، يو ار فريش اوف ذا بوت. تمام؟ هو فهمها ان هو جاي بمركب، مع ان هو جاي امريكا بالطياره، ده لان هو عربي لبناني فمش فاهم الايديوم، اوكي؟ فالايديوم هي اللغه الدارجه، لغه الشارع بتاعتهم اللي هم بيستخدموها في حياتهم، اوكي؟ اللي احنا لو عرفناها اوريدي هنلاقي عندنا تواصل اكبر معاهم. عشان كده اللغه براكتس اكتر، انك تسمع كتير وتحاول تفهم الناس دي عايزه تقول ايه، عشان ما تبقاش قاعد في وسطهم بتترجم ترجمه حرفيه زي ما حصل مع خالد مثلا في الفيلم بتاعه، وهو عبر لنا كويس جدا على دوت. في كمان جمله اتقالت لخالد في الفيلم كانت جميله قوي بتوضح اللي انا بقوله، وهو بيتكلم مع موظف بتاع مسؤول الهجره وهو داخل، بيقول له انت بتتكلم انجليزي كويس بس هل انت فاهمني؟ لان هو كنيتيف سبيكر كامريكان ممكن تكون المصطلحات بتاعته مش مفهومه. ففي فرق كبير جدا ما بين ان انت عارف تسمع وعارف تستوعب اللي بيتقال، حتى لو الانجليزي بتاعك اللي انت بتنطقه لسه مش مظبوط قوي، بس بالبراكتس الكتير هيجي. دي واحده. الحاجه الثانيه زي ما حضرتك قلتي ما شاء الله عليكي، الايديومز والاكسبريشنز والتعبيرات مهمه جدا، لان دي حياتهم، دي لغتهم، دي المصطلحات اللي هم بيستخدموها طول النهار طول اليوم، فلازم نبقى احنا اوير بيها عشان مش هينفع نترجمها ترجمه حرفيه.